طيب يعني بعيد عن اي بقى كلام في ممكن نقول عليه ان النهارده ريال مدريد كنادي كبير كان جاي وحاطط دماغه في البطوله وان هو ياخد هذه البطوله كاكثر الانديه حصولا طبعا على هذه البطوله. هو عنده هدف اخر. هو هدف اولا تجهيز لعيبته، لعيبه ممكن تكون كمان محتاجه تكون ترجع للفورمه تاني. زي النهارده بنشوف بنزيما اول مشاركه ليه منذ فتره طويله. بصراحة بيبهرنا بأهدافه القوية وتحركاته المميزة. هي ريال مدريد في ماتشين بيحرز عدد كبير من الأهداف في مرمى الفرق المنافسة ليه، سواء بقى النادي الأهلي 4 أهداف أو الهلال السعودي بنتكلم 5 أهداف. هنا الرحمة دائما في كرة القدم ما تجدهاش أبدا عند الفرق الأوروبية. كنا قبل كده بنشوف البايرن، بنشوف الفرق الريال، بنشوف برشلونة بيعملوا كده، هي دي عاداتهم، هي دي الفكر اللي موجود عندهم. عشان لما نيجي نقول ممكن نكون عندنا امل كبير في فرقنا انها ممكن تكسب فرق كبيره زي كده، بيبقى الموضوع صعب حقيقه. يعني لما نيجي نبص الفوارق كبيره، سواء بقى فوارق ماديه او امكانيات لاعبين او تركيز لاعبين داخل الملعب. يا جماعه النهارده فلامينجو مثلا قدر يستغل ان لعيبه النادي الاهلي ما قدرتش تستغل الفرصه، وانها يعني زي ما بنقول تشطب على الماتش كده بعد الهدف الثاني ليها والفرص اللي ممكن تكون بتجيلها، وبالتالي قدر ان هم من خلال المنتاليتي بتاعتهم ومستوياتهم الفنيه وتركيزهم في الملعب ان هم يحولوا النتيجه من هزيمه لفوز بالنسبه لهم. وبالتالي لما انا اتكلم على ريال مدريد وهو ليفل تاني مختلف تماما عن ممكن نقول الكره العربيه والكره الافريقيه، فاحنا لازم نقول لا، ده وضع مختلف، سواء بقى لاعبين وشغلهم جوه الملعب، مدير فني طبعا كبير زي انشيلوتي، وتفاصيل كتيره جوه الملعب بتحصل. خلي بالكم احنا قلنا ليه لا ان احنا نكسب ريال مدريد، قربنا بالنتيجه في وقت من الاوقات، لكن لما الفريق هنا بتاعنا او فريق ريال مدريد نفسه، عشان بس ما نظلمش لاعيبتنا حقيقه، يعني اللي اكيد الوضع مختلف تماما في امكانيات، سواء بقى في سرعات، في مهارات، في شغل تكتيكي جوه الملعب، في منتاليتي داخل الملعب، وفكره كمان الشغل الذهني جوه الملعب. فرق برضو كان واضح جدا في مباراه ريال مدريد عن النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. هنا برضو ظهر النهارده في مباراه الهلال نفس الفكره. عشان كده بنقول ان الانديه الكبيره وحجم المصروفات اللي بتتصرف في ريال مدريد يفوق الخيال، وده اللي بيعمل الفارق بالنسبه لهم كفريق كبير وفريق عالمي. لما بيخوض مباراه ايا كان الفريق اللي بيكون قدامه، هو عنده عقيده الفوز باهداف كتيره حتى لو الماتش سهل بالنسبه له. وده اللي احنا شفناه النهارده في مباراه الهلال وشفناه في مباراه الاهلي. امتى ممكن نكون زيهم، نبقى منافسين ليهم، خصوصا في المباريات الرسميه. يمكن النادي الاهلي طبعا من خلال كرنفال حصل في مصر هنا في 2001 قدر انه يكسب ريال مدريد في ظل نجوم كبيره كانت في هذا الجيل، زيدان وروبرتو كارلوس وفيجو وراؤول. الوضع بقى هنا مختلف كبطوله، ممكن نقول انها بطوله كبيره وبطوله بيشترك فيها افضل الانديه في العالم، ممثلين قاراتهم في هذه البطوله. هنا عنده هدف مختلف، خصوصا كمان ان هو الحاله الخاصه بتاعته في الدوري الاسباني مش ماشي كما يجب. عايز يصالح جماهيره، ووجوده في بطوله زي كده بينتهز هذه الفرصه، وزي ما احنا شفنا انتهزها بشكل قوي جدا من خلال فوزين كبار جدا سواء على الاهلي او الهلال. والنقطه هنا زي ما كنت بتكلم واتابع فيها، ان احنا عشان نبقى نوصل للمرحله دي محتاجين حاجات كتير جدا الحقيقه. مش بتكلم بس على الاهلي او الهلال، النهارده كره عربيه في تطور موجود مثلا في الدوري السعودي، وتطور ملحوظ الحقيقه، وقدامهم ممكن نقول شويه صغيرين عشان يوصلوا لمراحل تكون قريبه من الكره الاوروبيه، من خلال دوري منتظم، خلال دوري محترفين، لاعبين محترفين بيجوا على اسس معينه، سواء بقى لعيبه في منتخب، وبالتالي هم عندهم كمان اللاعبين اللي بيجوا غاليين شويه. هنا ممكن لسه احنا قدامنا شويه كتير في ظل ما يحدث في الكره المصريه وعدم انتظام مسابقه بشكل جيد، محترفين ليسوا على مستوى الانديه الكبيره والدوري المصري اللي المفروض هو يعتبر من اقوى الدوريات في القاره الافريقيه والعربيه، لكن طبعا حتى الان الامور
بتدار ممكن تكون مش بشكل احترافي. اتمنى ونتمنى ان الامور تدار بشكل احترافي. هنيجي نبص ان النادي الاهلي هو اكثر الانديه حتى الان يدار باحترافيه، ولكن يعني محتاج كتير برضو عشان نوصل لمراحل شبيهة بالكرة الأوروبية. وإن كان طبعا لما نيجي نبص للتصريحات الخاصة بالمديرين الفنيين اللي ممكن بيتابعوا النادي الأهلي، هيقول لك إن النادي الأهلي هو الأقرب دائما إلى الكرة الأوروبية من حيث المؤسسة الاحترافية وشكل اللعب وطريقة اللعب والنظام والأمور الخاصة باللاعبين في الملعب. ولكن حتى الآن برضو لازم نقول ونعترف إن لسه قدام كتير قوي على الأندية المصرية والأندية العربية إنها توصل للمراحل الأوروبية ومواجهة نادي كبير زي ريال مدريد وتكسبه في مناسبات رسمية. ده شيء مهم جدا، لازم نبقى واخدين بالنا ونبتدي نشتغل عليه. الحقيقة يعني السعودية شغالة، احنا ابتدينا ناخد خطوة بداية من خلال رابطة أندية، من خلال أمور ممكن تيجي في الطريق مع تعديل وتحسين المسابقة. الأمور أعتقد هتبقى أفضل وأفضل.